مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. دي مشترياتي رمضان، وانا حبيت ان انا اشاركهم معاكم النهارده. دي شويه مشتريات كده خفيفه. انا عندي زينه وحاجات لرمضان من السنه اللي فاتت واللي قبلها، بس دي شويه كماليات كده حبيت اجيبها علشان رمضان. انتوا عارفين رمضان بيحب ايه؟ الزينه الكتير والحاجات الكتير، وكل سنه بنحب نجيب جديد. ديت بلالين هيليوم حلوه جدا، جبتها بنفس الاشكال دي. يعني هي البالونه من جوه هتطلع نفس الشكل ده، مكتوب عليها رمضان مبارك، وديت الهلال، ودي الهلال والنجمه مع بعض. فجبتهم بصراحه ننفخهم كده ويبقوا شكلهم حلو وحاجه جديده، يعني ما جبتهاش قبل كده الصراحه. ودول فرعين زينه، انا عندي زينه من السنه اللي فاتت بس جبت الفرعين دول. الواحده الهيليوم دي ب 25، والزينه دي برده الفرع ب 25، يعني شكلين من ورا ومن قدام. تمام. جبت دي كمان حلوه قوي، شكلها حلو، دي ب 90 جنيه. دي بتحطيها برده كده على سفره، على ترابيزه صالون، هيبقى شكلها حلو جدا. بتحطيها برده كده، واللي عجبني فيها ان هي بتمسك قوي، مش بتخرج بسهوله، يعني هتفضل ايه راكبه اهي. شكلها حلو قوي وشكلها شيك، ب 90 جنيه اهي. وديت وجبت دي كمان رمضان. بحب انا اشكال فنانيس دول، بحس ان رمضان اكتر عايز فنانيس، مش عايز حاجه تانية يعني. بحب قوي الاشكال فنانيس في رمضان. جبت برضو الباب الشقه من قدام او من ورا، يعني من جوه او من بره. جبت كمان المفارش دي بقى للمكتب بتاعت الولاد، لترابيزه جانبيه. بحب انا برضو اشكال رمضان اللي هي بتبقى الوان رمضانيه اكتر، والخياميه والحاجات دي. في حاجات جديده نازله، بس بصراحه انا بحب الاشكال دي اكتر، بحس ان دي رمضان يعني. اهو جبت ده، وجبت واحد كمان زيه، يبقى واحد للمكتب وواحد للترابيزه الجانبيه. جبت المكتب الولاد برضو عشان هم قاعدين يذاكروا كده في رمضان. ده نفس الشكل اهو، رمضان كان مكتوب عليه رمضان كريم وفوانيس اهو. رمضان يجمعنا، حلوه قوي برضو، شكله حلو. انا باكتر اشكال بحبها رمضان بصراحه الاشكال دي اهو. وجبت كمان الرانر ده، جبت ده للبوفيهات. عندي 2 بوفيه كبار، فجبت واحد من ده. وده عندي للانتريه، عندي الانتريه نفس اللون ده، فانا جبتها برضو شكلها حلو للانتريه. دولت عندي بقى برضو مفارش تانية للسفرة والحاجات، كنت لسه جايباها جديد السنة اللي فاتت، بس ما رضيتش اجيب بقى تاني السنة دي. قلت ايه، كفاية كده السنة دي على شوية دول على اللي عندي. جبت كمان كوشن، جبت وحوي يا وحوي ده، ورمضان كريم يعني اكتر حاجة تليق على اللي عندي. وجبت الشكل ده كمان. وصواني رمضان دي انا كنت جايبه منها السنه اللي فاتت، بس شكل الخياميه حلوه جدا، وماسكه نفسها. الصينيه ب 65 جنيه، وحلوه جدا بصراحه، ما بتتكسرش وما بيجرالهاش حاجه، حتى ما بتتخربش. فانا كنت جايبه صينيتين. صينيه السنه اللي فاتت خياميه حمراء، اللي هي الخياميه الحمراء. جبت بقى السنه دي الصينيتين دول، الواحده ب 65 جنيه. ودولت جبت دول كمان، ديت المسكات. ده جبته للفرن بصراحه، لما اجيب حاجه من الفرن، لان انا ايدي دايما بتتلسع من الفرن. فانا جبت ده حلو قوي، عندي منه اصلا بس ابتدوا يتبوظوا كده ويتقطعوا، فجبت واحد كمان. وجبت ده المسكه، وانا بقلب بقى الحاجه على البوتاجاز او حله ولا حاجه. جبت الطعم ده، طعم مجات حلو قوي. كان الراجل عامل عليه عرض بصراحه، المحل عامل عليه عرض ب 600 جنيه، فجبته. هو كان ب 1000 وشويه، وعامله ب 600 جنيه، لان دي كانت اخر قطعه عنده. كان في منه الوان تانية بيقول لي، بس اللون الابيض ده اكتر حاجه عجبتني اصلا وحبيتها يعني. اهو لوتس، اسمها لوتس، الشركه دي حلوه ومعروفه يعني. كان في منه الابيض والاسود والبامبا واللي هو اللون الغامق ده. فانا بصراحه ما كانش في عنده الا اخر لون الابيض،
وكان عامل عليه عرض بدل 1000 ب 650 جنيه، فجبته برضو حلو قوي. جبت المقله دي برضو، دي حلوه بقى للبيض، للحاجات الصغيره دي تركي برضو، حاجه حلوه جرانيت وتقيله بصراحه، حلوه تقيله وحلوه، عجبتني قوي جبتها. وجبت كمان دي، بس دي انا استعملتها بصراحه، دي انا جايباها من اسبوع كده، بس دي انا استعملتها بس قلت اصورها معاكم برضو، هي لسه جديده. وجبت المعلقه دي، المعلقه السيليكون دي الناشفه، حلوه قوي بقى في تقليب الرز وتقليب الخضار، بدل الطريه دي ما بتبقاش حلوه. وجبت مع دي كمان الجاروف ده بقى عشان القطايف والبان كيك والحاجات الحلوه اللي بنعملها في رمضان دي. بس دولت اهما حلوين قوي برضو. المقله من دي ب 750 جنيه، دي او دي. ده طاجن حلو برضو قوي، فخار، وانا بحب الفخار قوي بقى. طاجن رز معمر، طاجن تعملي فيه اسمها ايه دي، ام علي، بيبقى حلو قوي ام علي فيها. تعملي فيها باميه، احلى حاجه في الباميه. هنعمل مع بيها باميه النهارده. انا جايباه كبير وغويط عشان ياخد الحاجه معايا، ما يتنهوش يفور وياخد الكميه اللي انا بحط فيها. جبت طقم الكوبايات ده كمان، ده صغير كده يعني مدملك مش كبير. ده طقم كوبايات بلانك ماكس. الشركه دي حلوه ومعقوله، يعني لها عاليه قوي ولا هي رديئه، يعني الكوبايه بتبقى فيها حلوه. ده ب 185 السته، اللي هي النص دسته. دي بقى التحفه بقى، ده اكريليك ما بيتكسرش. ده جايباه للميه او العصاير بقى بتاعت رمضان والحاجات دي كلها. جايبه الطقم 6، بس ده بصراحه مش فاكره سعره خالص، مش لاقيه الفاتوره، بس كان يعني كان سعره حلو اهو. مادة الاكريليك حلوين جدا، ما بيتكسروش. ينفع بقى في الميه وفي الحاجات دي، لان كوبايه الميه اكتر حاجه بتتكسر لما بتحط الكولر بتاع الميه كمان. بس كده حلو قوي. ده طقم الكوبايات بصراحه انا مش فاكره خالص سعره كام، فمعلش بقى مش متذكره خالص سعره كام، والفاتوره مش لاقياها. نيجي بقى للطقم ده. دي برده كان نفسي فيها قوي، اللي هي بتنزلي عليها بقى اي حاجه بتقليها في الزيت، اللي هي المقالي. اي حاجه بقى بتقليها بتحطيها عليها، البطاطس، البانيه، اي حاجه بتقليها عليها بنحطها عليها. حلوه قوي وشكلها شيك كده وتحفه، وتنفع في الحاجات دي، وكبيره كمان تاخد كميات حلوه. دي كانت مشترياتي دي كمان. الكوبايه دي كانت عجباني قوي، كنت شفتها في القاهره، كانت ب 300 جنيه. انا جايباها من عنده ب 70 جنيه. هي نفس الشكل ونفس الحاجه بالظبط. ودي مقشه ناعمه. المقشه الناعمه دي انا جايباها علشان الصالون، والمقشه دي انا جايباها للصالون والانتريه الناعمه قوي دي، بحبها. بنضف بيها كده الصالون والانتريه، بتشيل اي تراوه ناعمه من عليها. حلوه جدا، و 90 جنيه تقريبا. المقشه دي حلوه برده، ماركتها حلوه. كان عندي واحده بس ادمت شويه، فانا جبت دي برده حلوه للصالون وتنظيف الصالون والانتريه من التراب عليها. دي كانت مشترياتنا النهارده رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا كل واحد عندنا، بس بنحب نزود كده ونجيب حاجات جديده لرمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ودي كانت مشترياتنا النهارده. وهنعمل برده النهارده ان شاء الله الباميه في الطاجن الجديد، نجربه ونشوف اخباره ايه. ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب. دي برضو بقيه المشتريات، بس انا نسيت اشاركها معاكم، وكان الكيس جايباه ده من شهر كده تقريبا، فكنت ركناه. دي برضو كبشه سيليكون حلوه قوي، جامده برضو. دي للباميه بقى والملوخيه والحاجات ديت، حلوه قوي برضو. وديت مضرب، بس اللي هو الشكل ده حلو برضو، طالع جديد، ده بتاع ايكيا بيقولوا يعني. حلو برضو، شكله حلو قوي. وجبت ده كمان. دي قطاعات 4 في بعض، 4 قطاعات، كل واحده مرسوم عليها هي الايه يعني. دي برضو حاجه نظيفه برضو، بيقولوا بتاعت ايكيا، بس يعني مش ايكيا مصري يعني. والطقم المعيار ده عجبني برضو شكله. ديت كانت ب 160 جنيه، ده كان ب 90، ودي كانت ب 60، وديت كانت ب 60، وده ب 95. برضو طقم معيار حلو، مكتوب عليه كل واحد معياره قد ايه. ودي معالق معياريه. والبتاعه دي حلوه قوي برضو، دي بتاعت الكباسين بقى، لو عايزه تقفلي حاجه في كبسونه ولا حاجه، جاي معاها الكباسين كلها والاشكال بقى، والكبيره والصغيره وكل حاجه.
دي بتحطيها بقى وتضغطي كده في العبايه ولا حاجه تقفل لك الكبسوله، تحطي واحده هنا وواحده هنا اللي هي الكبسوله والكبشه بتاعتها، وتقومي حطاهم وتقومي ضغط عليهم كده، بتتحط بقى في العبايه في الجلابيه. عايزه تقفلي زرار حاجه مفتوحه زياده، تقفلي الكم بتاع الايد شويه. فدي عجبتني بصراحه، دي كانت كلها على بعضها كده ب95 جنيه، فعجبتني برضو جبتها. ديت الحاجات دي كنت جايباها من شهر بس انا نسيت اشاركها معاكم، فقلت اصورها برضو عشان هطلعها استعملها.